الفضايح تتوالى على الجزائر في شان 2022 بعد إجبار المنتخب السوداني التوجه إلى الملعب لاستقبال المباراة ما بين المغرب والسودان. ومع ذلك ده انتوا عارفين يا جدعان، انتوا قافلين الأجواء علشان المغرب ما تجيش. برضه المنتخب السوداني اللي هو يتوجه إلى الملعب، لا مش كده وبس، ونزل كمان وعمل إحماء وعمال يجري وعمال يتدرب. ايه الهبل ده كله؟ لا ومطلعين الاتوبيسات اللي هي الخاصه المفروض يعني للمنتخب المغربي المكتوب عليها اللوجو ماكرو او المغرب، متجهه من مكان الفندق لغايه الاستاد. يعني انا بقتش فاهم، هو انتوا ايه بتعملوا؟ بتقتلوا القتيل وتمشوا في جنازتهم، بتكذبوا الكذبه وعاملين نفسكم مش واخدين بالكم. هو انتوا مفكرين ان احنا شعب جزائري هنستغبى وهنفهم الحاجات الغبيه اللي انتوا عاملينها دي؟ انتوا يوم عن يوم بتثبتوا ان انتوا عقولكم قد كده بجد والله. شيء مستفز جدا ان انتوا تعملوا حاجات زي ديت، وقدام مين؟ قدام الفيفا وقدام الكاف وقدام العالم العربي وقدام الفرق التانية، يقول عليكم ايه اكتر من اللي بيتقال عليكم؟ اما انتوا شعب غريب جدا والله. ما عندكمش بني ادم واحد عقله موجود كده يتزن بالكلام، يطلع يعمل تصريح يتكلم مع السلطات الجزائريه احنا عملنا كده غلط ولا صح؟ اسالوا نفسكم يا جدع. انتوا ما تسالوش نفسكم انتوا كده صح ولا غلط؟ ده حاجه مستفزه جدا اقسم بالله. ده مفيش خالص عقول، مفيش. كل شويه وتستقبلوا صامويل ايتو استقبال الابطال كانه واحد من شهداء الجزائر. ايه ده؟ وفي النهايه بتعملوا مع النشيد الوطني بتاع منتخب الكاميرون صفافير استهجان، والغبي المذيع بيقول لك اعتقد ان دول جمهور مغربي. انت جننتني وانا قاعد. ايه اللي جاب المغرب في مباراه ما بين الكونغو وما بين الكاميرون؟ ودخلوا لكم ازاي وانتوا قافلين الحدود بالضبه والمفتاح؟ ده انتوا ناقصين تحطوا قنابل ذريه على الحدود. تسمحوا لجميع الدول اللي هي تخش عندكم بما فيهم الدوله اللي استعمرتكم وخلتكم الجزم تحت رجليهم، ومع ذلك لا المغرب لا. طب ليه يا ابني المغرب لا؟ اصل والله المغرب مطبعه مع اسرائيل. قال لا، هي فرنسا مش مطبعه مع اسرائيل؟ هي مصر مش مطبعه مع اسرائيل؟ ده 90 من هقول لك 90% من الدول مطبعه مع اسرائيل، بس كلها مصالح. وانتوا اللي اجبرتوا المغرب اللي هم اتطبعوا مع اسرائيل. بتدخلوا في شؤون مش بتاعتكم، خليتوا المغرب تقول جاد خلاص. تعمل ايه؟ طبعت مع اسرائيل عشان تبقى امريكا جنبها. حد فيكم قدر يفتح بقه؟ بعتذر على النرفزه الواحد فيها، بس بجد يعني مش عارف. انا مش لاقي لكم وصف، والله انا ما لاقي وصف، والله العظيم ثلاثه انا مش لاقي وصف. يوم عن يوم نقول ان شاء الله هيقدموا حاجه كويسه، هنقول دوله مسلمه، دوله جزائريه. ده انتوا مفيش خالص. اللي هنا راح. احبائي الكرام، اللي ما حطش اللايك زعلان منه، واللي ما اشتركش في القناه برضه زعلان منه، واللي شاير الفيديو هقول زعلان منه ايه؟ شير الفيديو فضلا وليس امرا. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.